في حاجات كتير لما بتيجي تكسرنا احنا مش بنصدق، مش علشان الوجع اللي احنا حسينا بيه او الزعل الكبير الموجود جوانا او الالام الكبير الموجود جوانا، لا احنا مش بنصدق علشان الحاجة اللي هي كسرتنا دي كنا ضامنين ان هي عمرها ما تكسرنا، بان هي عمرها ما يحصل منها كده، بس في الاخر بنكتشف ان بيحصل منها كده. عارف ايه المحزن في الدنيا؟ بانك انت يحصل لك زعل او وجع من مثلا الدنيا ان انت كنت فاكر انك انت هترتاح فيها، بس فجأة تلاقي نفسك بانك انت متمرمط فيها، وفي الاخر تلاقي نفسك ما وصلتش لاي حاجة من ان انت كنت راسمه في دماغك. او مثلا من علاقة الحب ان انت كنت مصدقها بس طلعت في الاخر عبارة عن وهم في وهم. او مثلا صديقة كنت شايفها زي اختك بس في الاخر عملت حاجات ما يصحش ان هي تتعمل. او مثلا من اهل بيتك اللي دايما جايين عليك في الضغط النفسي وبيضغطوا عليك في الضغط النفسي ومش عارفين ده، وفي الاخر انت اللي بتتعب. بس لحظة، اقف معايا وانا مش عايزك تضغط على نفسك وهون على نفسك، ما تاخدش الامور كده على طول. اهدى على نفسك. المهم يا سيدي، انت ممكن يكون الزعل اللي انت فيه والالام اللي انت فيه هو المعلم بتاعك الحقيقي. هتقولي ازاي هو المعلم بتاعي؟ اقول لك بمعنى صح، الحياة مش عادلة. انت لو كنت فاكر بانك انت ترتاح في الدنيا فده عمره ما يحصل. احنا بنحاول نريح نفسنا في الدنيا وفي الاخر ما بنرتاحش. الدنيا مش مخلوقة للراحة، دي اول حاجة. تاني حاجة، الآلام والزعل والحاجات الوحشة اللي انت موجود فيها دلوقتي ده هو المعلم بتاعك الحقيقي. هو ده اللي هيعلمك ازاي ان انت تثق في نفسك من تاني، ازاي ان انت تقوم من تاني، ازاي ان انت تحط حدود لنفسك. بس انا عايز اقول لك بانك انت لو حصل معاك اي حاجة من الحاجات اللي انا سميتها بدري دي، مش عايزك بانك انت مثلا ما تبطلش تحب. مش معنى انك انت دخلت في علاقة وطلعت في الاخر عبارة عن وهم او اتغزلت او اتمرمطت فيها بانك انت تبطل تحب، لا. ارجع حب من تاني. انت هتتأقلم على الموضوع على فكرة مع مرور الوقت، بس انت ارجع حب من تاني. وعايزك برضو ما تفقدش ثقتك في الخير اللي جاي. ربنا بيرسم حياتنا قبل ما نتولد، وبيحط لنا الحاجات اللي احنا نشوفها دي اللي هي مؤلمة لينا علشان يعلمنا، علشان هي الحاجات دي هي المعلم بتاعنا الحقيقي. وعايز اقولك على حاجة، الحاجة النهاردة اللي كسرتك هي اللي هتنور لك الطريق لبكرة. يعني بمعنى صح، الزعل والوجع والآلام اللي انت موجود فيه دلوقتي هو المعلم بتاعك الحقيقي وهو اللي هيعلمك. فانت ما تاخدش الامور صعبة، ما تصعبش الامور على نفسك، هون على نفسك. ومع مرور الايام انت هتتأقلم على الموضوع، او ممكن تنسى حكاية النسيان دي نتكلم عليها في فيديو تاني. بس انت مع مرور الايام هتتأقلم على الموضوع. تمام؟ هو دي وجهة نظري. كان معاك يوسف مؤمن، سلام.